عاطرة. إذن مداخلة جديدة عنوانها تفشي النزعة العدمية بين حركة التنوير المضاد وتجارب معاداة الحداثة، مقاربة جذرية. العدمية هي فلسفة ترفض القيمة والإحساس بالوجود لوجود لحقيقة موضوعية أو قيمة أخلاقية أو كل شيء، ولكن في الحياة من الواضح أن هذا هو بمثابة رفض للمبادئ والوصايا الأساسية للمجتمع. مصطلح عدمية ومصطلح لاتيني يتكون من نيهيل والذي يعني عدم، لا شيء ريان، ويعني مرتبط برؤية متشائمة للحياة حيث لا وجود لها بكل معنى الكلمة أو الذات. انتشرت العدمية على يد رواة الآباء والأطفال التي ألفها إيفان تور جينيف عام 1862، وقد أصبحت شخصية بازاروف العدمي رمزا للفكر العدمي. وقد أثرت العدمية أيضا على المفكرين مثل لودفين فيورباخ وتشارلز داروين وهنري بوكلي. هناك أشكال عديدة من العدمية بما في ذلك العدمية الوجودية، التأكيد على أن الوجود الإنساني ينبع من الإحساس والوجود. العدمية الأخلاقية عدم وجود قيم أخلاقية للأهداف يرفض فكرة السعادة والسوء. العدمية المعرفية ليست هناك إمكانية لمعرفة موضوع بشكل صادق ويقيني. أما علاقة العدمية بالفلسفة فقد تم دراسة العدمية على نطاق واسع وناقشها فلاسفة مثل فريدريك نيتشه الذين ارتبطوا بالعدمية بموت الله وأزمة القيم الغربية. استكشف مارتن هايدغر أيضا العدمية في تفسيراته لفلسفة نيتشه، كما ارتبطت العدمية بحركة التمرد ضد النظام الاجتماعي والتقاليد. قد يكون بمثابة رد فعل على فقدان القيمة والتقليدية، فلاس النزعة التقليدية. إن العدمية هي فلسفة لا معنى لها ولا قيمة للوجود، وترفض الأفكار الحقيقة الموضوعية والقيم الأخلاقية والحياة. هناك العديد من أشكال العدمية التي تم دراستها ومناقشتها على نطاق واسع من قبل الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس. في استكشاف المحافظ للعلاقة بين الحداثة والحداثة البعدية والعدمية، واجه تشين وولر أحد المشكلات المحورية في الفكر الجدلي الغربي، ورأى وجود مسارين متناقضان إلى اللامكان أتوبون. يمكن أن تكون العدمية حالة من الانغماس المفرط في العالم أو الانفصال المفرط عن العالم. في نقد الحداثة تمثل العدمية الآلية المختلة والوحشية التي تجبر قيم التنوير العقل والتقدم على بلوغ حدود مرعبة، وهي الجبار الذي يهيئ الوحي أيضا، ثم يواصل الضغط بلا هوادة لإنتاج التقنيات البدئية لحروب القرن 21 ومحرقة يعني المحارق الهولوكوست المستنسخة والمعادة في غزة وفي غيرها، في فيتنام وغيرها، مستبدلا في النهاية المستنقع بالأرض القاحلة الصحراء. ولكن هناك أيضا عدمية الإنكار الدنيا والانفصال عن الحياة وقيمها الوضعية والموقف الفلسفي والسياسي الذي ينطوي على رفض المطلقات الأكيدة للقوى المهيمنة. في ظل هذه الصيغة الثنائية يكون العدمي مطور عقارا وراهبا في آن واحد. ويتتبع ويلر تشوهات هذا المفهوم مزدوج الجوانب وتطبيقاته، وهو يشق الطريق عبر التاريخ كاختصار مهين لأعداء المرء. يعني تقدم دراسة ويلر سردا للاستحضارات المختلفة العدمية بدءا من أصولها اللاهوتية في منتصف القرن الثامن عشر وانتهاء بدور العدمية في الفن والفلسفة ما بعد الحداثية. ويعود ويلر طوال الكتاب إلى نظرية فريدريك نيتشه الذي يضعه بلا شك أهم شخصية في تاريخ نشر مفهوم العدمية. يشكل الفكر النيتشوي إنتاجات حسب ويلر إنتاجات دلالية عدمية مستقرة من خلال تصنيف كل من القمع الأنظمة السلطوية المقيتة ذاتيا واستراتيجيات المقاومة ضدها على أنها حركات عدمية، يعني كلها عدمية. على ذلك يفسر ويلر هذه الاستراتيجيات إلى أشكال فاعلة وسلبية: تطهير، تمهيدي، وانكفاء ذاتي. يدعي ويلر أن نيتشه يفضل العدمية الفاعلة المتمثلة في القطيعة العنيفة التي شهدتها الثورات مع أساطير التقاليد، ويرى في تمسك المسيحية بالقيم الأخلاقية شكلا قصوريا من العدمية السلبية. وبالتالي لا يقتصر الأمر على أن يتعاطى ويلر مع الخصوصية التاريخية للعدمية، فحسب أيضا مع تناقضها العالمي الظاهري. وبالنظر إلى هذه المعايير فليس من المستغرب أن يشدد ويلر في بداية الأعمال على أنه لا وجود للعدمية بحد ذاتها، وأن يصبح وصف نيتشه لها بأنها أغرب ضيوف لازم توال تحليل ويلر. العدمية أغرب الضيوف. إذا كانت العدمية نقد للحداثة والتنوير،
وتهمة موجهة إلى هؤلاء النقاد أنفسهم الحداثيين والتنويريين، فإن العدمية تشغل بالضرورة علاقة غامضة بالحداثة التي يعرفها ويلر بشكل عام بأنها استجابات الفلسفة والجمالية للحداثة. تعرف العدمية بهذا الشكل بأنها منافس للحداثة وشكل أو استراتيجية لها، ويتمثل التحدي المستمر لنهج ويلر في إثبات قدرة هذا المصطلح على الصمود أمام الضغوط الدلالية للمعنى نفسه ونقيضه. يبدأ ويلر باقتراح علاقة بين الحداثة الفلسفية والحداثة الجمالية، حيث تجد الأولى في الثانية أقوى الأدوات ضد عدمية الهيمنة. أما بالنسبة لنيتشه فهي الفن ديونوزيسو نسبة إلى ديونوزوس الذي تذيب سيولته الذاتية التقييم الوضعي وتعيد الحياة كعملية سيرورة مفككة. بالنسبة لمارتن هايدغر فإن شاعر فريدريك هودراين هو الذي يذكر بقداسة الوجود لمجتمع نسيه. وبالنسبة لتيودور أدورنو فإن كتابات فرانس كافكا وصامويل بيكيت التي تقوض جماليتها في النفي اللغوي لقينات المواعن القمعية للاستبداد التي تدعمه لغة القانون. بطبيعة الحال غالبا يرتبط هؤلاء الفلاسفة والفنانون أيضا بالترويج للعدمية، عادة من قبل النقاد على اليمين السياسي، وبالتالي كما تشير العدمية بالعدمية النيتشوية، فإن معاداتهم العدمية توصف العدمية من أجل العدميين الذين يسعون إلى معارضتها. على سبيل المثال فسرت جملة نيتشه حملة نيتشه للتغلب على القيم الأخلاقية والذاتية المدركة لحداثة بيكيت المتأخر على أنها إفناء المعنى الموضوعي. ومع ذلك في دائرة موبيوس هذه من الاتهامات ما يتضح هو أن كلا جانبي العدمية يعني يعتبران الجمالية تلعب دورا محوريا. من غير مستغرب إذن أن ينحاز ويلر إلى الحداثيين. يعود قسم من فلوبير إلى دادا الذي يمثل الجسر الزمني بين نيتشه والحداثة الفلسفية والجمالية في منتصف القرن العشرين الأقل إشراقا بين فصوله، ولكن ما أن تتجاوز هذه الفترة حتى تستعيد تحليلات قوتها الاستفزازية في مناقشاته حول هايدغر وألبير كامي، حول مارتن هايدغر وألبير كامي وموريس بلانشو وبول سيلون. يحدد يعني ويلر عملية تصبح فيها استخداماته المختلفة للنفي والتي تجعله عرضة لتهمة العدمية غير مكتملة حتما، أي أن شيئا ما ينجو دائما من النفي في العدمية نفسها تنفى بقوتها الخاصة. مرة أخرى الناس يعتبر غريبة حيث يبقى ما يفنى طيفيا في حضور غيابه. يرى موريس بولانشو أن العدمية عاجزة، ولذلك فإن العالم المنفي في كتابات كافكا يفضي إلى تجاوز إله ميت لا إله فناء الإله نفسه، وهذا الإله الميت أقوى بكثير لأنه لا يقتل مرة أخرى. في شعر بول سيلون نجد هذا الشعور: لا شيء كنا نكون سنبقى مزدهرين العدم وردة لا أحد. يمثل هذا الإزهار في الفراغ تفاؤل في شعر بول سيلون، وفي بعض المعاني أجندة سياسية مخيفة ومرعبة لأولئك الذين يجادلون بأن العدمية كونها دائرة مغلقة يجب دحرها من الداخل، وأن نفي وفر أرضا خصبة بشكل غريب لظهور شيء لم يتخيل بعد. يذكرون هذا بالموقف الرواقي لثورة كامي محكوم عليها بالفشل ضد العبث في أسطورة سيزيف، مع أن الرواقية كما يشير ويلر قد انتقدت أيضا باعتبارها واحدة من أشهر الحركات العدمية في العالم. يشدد ويلر على الطبيعة غير الغائية لهذا الشكل من العدمية كما يتجلى في الحداثة الجمالية. يجسد صامويل بيكيت هذه الروح الأخلاقية لأنه رأى أن دور الكاتب هو تعمق في حسن اللغة للكشف عما يكمن وراءها سواء كان ذلك شيئا أم لا. هذا هو تمهيد الطريق للعدمية النشطة عند نيتشه، عدمية الفاعل الإثباتية، وتتبع ويلر روحا مماثلة مستمرة في المناورات الفلسفية والجمالية لما بعد الحداثة. في هذا القسم الأخير ينظر ويلر في إمكانية التمييز بشكل قاطع بين ما بعد الحداثة والحداثة في علاقتهما بالعدمية، ويخلص كما هو متوقع إلى استحالة تحقيق تمييز محكم. ويجادل بأن ما بعد الحداثة تمتلك عدمية غريبة كسابقاتها، بل إن إحدى متع هذا الكتاب هي رؤية غموض جدلي مماثل يلاحق القرون التي خلت. إن تخلي ما بعد الحداثة كما يسميه إرنستو لاكلو أسطورة الأسس لا ينتج شيئا تخلي عن أسطورة الأسس، بل انتشار الأشياء متعددة متكوثرة. ومع ذلك فقد تم انتقاد هذا تبني للبنى الخطابية باعتباره تحطيم العلم الموضوعي. بالنسبة لجاك دريدا فإن العدمية هي إفناء الآخرية ونظافة الفاشية، والتي يقومها الأدب والدراسة التفكيكية للنصوص من خلال إنتاج مساحة تحافظ على الاختلاف.
أن إنتاج مثل هذه المساحة يعني مستقبلا وشيكا قد يأتي لاحتلها. وهنا نرى صدى هايدغر الذي كان يعتقد أن مجتمعه يعيش في فترة زمنية فاصلة بين رحيل مجموعة من الآلهة ووصول المجموعة التالية. تسلط الأضواء على التشابكات الخانقة لمفهوم العدمية في القسم الأخير من الكتاب، حيث يتساءل ويلر: هل يمكن إيجاد فيما بعد الحداثة الجمالية مخرجا من عقدة الحداثة العدمية؟ إحدى سبل الهروب من هذه العقدة هو تفصيل العدم، وهي فكرة يلمح إليها ويلر لكنه لا يطورها بشكل كبير. تفصيل العدم، تخصيص العدم. بمعنى آخر، هل العدم الوجودي الذي أعقب أهوال أوشفيتز هو نفس العدم الوجودي العدمي الشهير تور جينيف بازاروف؟ ستبدد غرابة العدمية إلى حد ما لو وجدت مفردات تحدد فئات الفراغ المختلفة التي وجدت السياسات والفلسفات والجماليات المختلفة نفسها فيها. لا شك أن جزءا من انزلاق العدم هو أنه يتحدى مثل هذه الخرائط. ونظرا لهذا التحدي المفاهيم، يقدم ويلر دراسة ثاقبة بشكل ملحوظ لهذا الذل المتغير الشكل. إذا الكتاب هو شين ويلر: الحداثة والعدمية، منشور سنة 2011. أرجو أن تكون هذه المداخلة حول العدمية قد نلت ذاكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة. شكرا جزيلا على حسن عنايتكم.